أهلا وسهلا بكم في الساحة السورية، ساحة الانفتاح على المستجدات والوقائع الخيالية. قالوا: سقط نظام بشار وجاء الثوار. قلت: تمهلوا، سقط بشار وجاءكم الجولاني صديق الزرقاوي بالحديد والنار. سياق الكلام هو تصريح الجولاني أحمد الشرع، التسمية التي تريد تجميل الوجه البشع لمن كان عضواً في الجماعة المحظورة عالمياً. ماذا وقع؟ بين الأمس واليوم أصبح الذئب حملاً، إنه عالم الوحوش وإدارة التوحش. أثار الرئيس الجديد للإدارة السورية جدلاً واسعاً بتصريحاته الأخيرة التي فاجأت الكثيرين. الرجل الذي كان قائداً في جبهة النصرة سابقاً صار اليوم يتكلم بطريقة مختلفة تماماً، وكأنه شخص جديد. طريقة مربكة ومحيرة، وتؤكد على أهمية السلام والاستقرار في المنطقة وضرورة التفاهم بين الأطراف المختلفة. صاحب الفتوحات الوهمية فتح الباب لعلاقات جديدة مع الغرب، وقال إنه يريد أن يتواصل مع السفارات الغربية وخصوصاً بريطانيا لتعزيز التعاون. كما أعلن عن موقف جديد من إسرائيل، وقال إن الصراع معها ليس من أولوياته، وإنه يفضل التركيز على القضايا الداخلية. إن أولوياته هي التدمير الداخلي، أما الخارج فلا قوة ولا إمكانية لديه الآن ليتحدث عنه، وهو الزعيم والولي والثائر. أي لغة ثورية هذه، من تدين القاتل هنا وتبرئه هناك. عجيب أمر الجولاني، وعجيب أمر الثوارئ الذين يصبحون كالنعاج أمام القوي. أثار موقف الجولاني من إسرائيل جدلاً كبيراً في الأوساط السياسية والشعبية. إسرائيل على مشارف دمشق، والجولان تغيرت معالمها. كل ذلك لا يهم الجولاني، داعية السلام الجديد الثائر المنزوع الشرعية. الجولاني صاحب الجولات والصولات، والغريب أن لقبه الجولاني، ولكن ليس في ذاكرته أن جبل الشيخ قد تم السيطرة عليه، وأن إسرائيل تتوغل أكثر في كل ربوع سوريا، إما بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، عبر التدمير الممنهج لكل القدرات العسكرية السورية. الجولاني يؤكد على أهمية إعادة بناء سوريا وتحقيق الاستقرار في كل المناطق، ويعتبر أن الصراع مع إسرائيل يضيع جهود البلاد ويمنعها من التقدم والتطور. هل الجولاني يستطيع إقناع السوريين بأهمية السلام مع إسرائيل؟ وهل الشعب سيقبل التغيير بعد كل الدمار الذي حل بسوريا؟ وهل إسرائيل ستوافق على كلامه وتبدأ صفحة جديدة في العلاقات؟ الجولاني لم يتكلم بشكل مباشر عن وجود روسيا في سوريا، لكن وجودها هناك واضح ومؤثر. لكنه أكد على أهمية سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وهذا كان رسالة واضحة. وهناك من اعتبر ذلك انتقاداً لوجود روسيا، وأنه يحاول بعث رسالة للغرب. كما أن هناك محللون يرون أن الجولاني يوازن علاقاته الخارجية بشكل دقيق، يتقرب من الغرب دون أن يخسر روسيا، وهذا تحد كبير صعب في ظل الصراعات الدولية التي تزيد تعقيد الموقف. هل الجولاني قادر على أن يحافظ على علاقات جيدة مع كل الأطراف؟ هذا هو السؤال المهم. أم سيضطر أن يختار بين روسيا والغرب؟ القرار سيكون له تأثير كبير على مستقبل سوريا. أكد الجولاني على أنه يتواصل مع السفارات الغربية وخصوصاً بريطانيا، ويرى أن هذا الأمر سيساعد سوريا لتخرج من عزلتها
وتجذب الاستثمارات الأجنبية. الجولاني يواجه تحديات كبيرة في هذا الموضوع، فالغرب يضع شروطاً صعبة كي يتعامل مع سوريا، أهمها محاسبة المجرمين. هل الجولاني يقدر على إقناع الغرب ليغير موقفه من سوريا؟ وهل الغرب سيوافق على التعامل معه كرئيس للبلاد؟ أكد الجولاني على أهمية القوانين والمؤسسات في إدارة البلاد، وقال إن فكرة الثورة لم تعد تنفع لوحدها، وأن سوريا محتاجة للاستقرار والنظام. هذا تغير واضح في فكره، وربما استراتيجية مرحلية للإمساك بزمام السلطة في بلد متعدد ومعقد.